السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى شم النسيم، كل سنة وانتم طيبين. فجبت شوية خضار، قلت اعرفكم النهارده اسعار الخضار عاملة ايه. تمام. هنا اول حاجة البطاطس. وري مصطفى البطاطس كده. مصطفى ماشي، وريني يا مالك. البطاطس دي يا جماعة ب15، بطاطس آلية جميلة حلوة قوي وزي الفل. الكنتالوب ده الكيلو ب15. وريني يا مصطفى انت وفارس. الكيلو ب15. تمام. والطماطم بكام النهارده يا فارس؟ ورينا الطماطم كده. الطماطم دي يا جماعه ب8 جنيه. طماطم زي الفل حلوه قوي ما شاء الله. ماشي يا اولاد. وهنا الخيار بالكيلو ب13 جنيه صابح برضو زي الفل. انا قلت اوريكم الاسعار عشان منكم اللي مش هينزل السوق النهارده يبقى عارف الاسعار النهارده في يوم شم النسيم بكام. وهنا الكوسه جبت الكيلو ب14، يبقى هنا كده النص ب7 جنيه. والشطه دي النص كيلو ب5، يعني كيلو ب10. وهنا الموز، اللهم صل على النبي، الموز كان بكام؟ ب50 جنيه. لا يا ملك. الموز كان انا جبت 2 كيلو ب35، يبقى الكيلو ب17 ونص. وهنا جبت كيلو شعريه الكيلو ب20. وجبت المكرونه القلم دي برضو الكيلو ب20. وجبنا المكرونه للتحمير برضو كيلو ب20. وجبت محتاجه توابل انا هنا في البيت، جبت نص كمون، ربع كمون يا ربي. وجبت هنا فانيليا برضو عشان نعمل لهم حاجات حلوه. وبس كده، دي كانت المشتريات بتاعتنا النهارده. بصوا البطاطس جميله وزي الفل، والكنتالوب حلو. وهنا اولادي بقى، سلمى بتسلم عليكم. ازيك يا سلمى؟ ازيك يا فارس؟ عامل ايه؟ مصطفى عامل ايه؟ يلا ازيك يا مالك؟ عامله ايه؟ مالك بيقول لكم اشتركوا في القناه، اشتركوا في القناه ودوسوا الجرس واستنوا فيديوهاتنا ايه كتير كتير. احنا خدنا بقى الاجازه، بس فارس لسه في سنه رابعه. ادعوا له امتحاناته يوم الاربع الجاي، وبعد كده يخلص بقى ناخد الاجازه. صح يا سلمى؟ سلمى خدت الاجازه في سنه ثالثه، وبعد كده نوعدكم بقى باذن الله. ومالك في بيبي كلاس رايح كي جي 1، ومصطفى في سنه ثانيه رايح ثالثه. نوعدكم بقى ان شاء الله ان احنا ننزل فيديوهات كتير 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 كتير، ونشوفكم على خير. مع السلامه. وهنا كده يا جماعه بنوتي سلمى ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يبارك فيها. الكنتالوب اللي جبناه والاناناس والموز، حبت تعمل لنا فروت سلطات بالفواكه الموجوده عندنا، مش هنقول لا. وعملته بالشكل الجميل ده ما شاء الله. نقول لها تسلم ايديكي يا سلمى، تسلم ايديكي يا حبيبتي. اول ما اشوفك احلى عروسه يا رب. شكرا. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، وتخلوا ولادكم يعملوه برضو، يساعدوكم تعودوا البنات او برضو الولاد، تعلموهم ان هم يساعدوكم، مش عيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه رايك في اللعبه يا مالك؟ يلا يا عم. اوه ماشي. يا مالك فارس. اللعبه حلوه يا معلم.